السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البطاطس فارم فريستي في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. بطاطس الشركات او السوبر ماركت احنا بنشتريها باسعار غاليه جدا، وخصوصا الاسعار كمان دلوقتي عليت قوي. هنعملها النهارده في البيت من غير ولا نقطه زيت، وهقول لكم كمان على كميه البطاطس اللي هتطلع معانا من الفارم فريستي ديت، وازاي ان احنا هنوفر منها كتير جدا، فلوس كتير جدا. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتنا واول مره تشوفونا، ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. انا طبعا عندي اي كميه بطاطس انا محتاجاها اخزنها. ان شاء الله انا جايبه هنا 5 كيلو من البطاطس. اول حاجه نجيب البطاطس اللي تكون ناشفه، ويكون كمان لما نقشرها بيبقى لونها فاتح من جوه. كل ما تكون البطاطس بيضه من جوه تبقى البطاطس دي بتاعتنا بتطلع مقرمشه معانا باذن الله. هناخد البطاطس بتاعتنا نقشرها، وبعدين هنبدا نصبحها، نقطعها الى صوابع زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول تبقى الصوابع بتاعتنا متوسطه الحجم زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هنحط حله كبيره على النار، نحط فيها ميه تسخن او طبق استانلس كبير زي ما انا عامله كده. وبعدين اول ما الميه تبدا تغلي معايا هنحط فيها البطاطس بتاعتنا لمده حوالي 3 دقائق. بس على اول ما تبدا الميه تبدا ترجع تغلي تاني كده وتكون زي ريم كده على الوش، هبدا اشيل البطاطس بتاعتي على طول من الميه ديت، وبعدين احطها في ميه ساقعه او تحت الحنفيه في مصفى كده تصفي الميه السخنه، وكمان نبرد البطاطس بتاعتنا. طبعا احنا هنخزنها النهارده من غير ما نقليها نص قليه ولا اي حاجه زي الطرق التقليديه، وهقول لكم ازاي تطلع مقرمشه معانا باذن الله بكل سهوله وبساطه باذن الله. انا حطيت بقى البطاطس كده تحت الميه زي ما انتم شايفين لحد ما تبدا درجه حرارتها تهدى، او احطها في ميه تكون بتلج. وبعدين هبدا اما الميه تصفى معانا اجيب صينيه كبيره كده، او مثلا فوط من بتاعه المطبخ، قماش من بتاع المطبخ، وافرد عليه البطاطس بتاعتي واسيبها لما تبدا تبرد خالص وما يكونش عليها ولا نقطه ميه. انا بصراحه عملت البطاطس كده بالليل، وبعدين تاني يوم الصبح فرشتها كده على الصواني وسبتها لحد تاني يوم الصبح، وبعدين قمت تاني يوم الصبح اكمل تجهيز البطاطس بتاعتي. انا كنت عامله 5 كيلو من البطاطس، طلعوا لي 4 كيلو وربع من البطاطس من فارم فريست. شوفوا بقى انتوا بتشتروا كيس البطاطس بايه؟ انا بصراحه بقالي كتير قوي ما اشتريتهوش، مش عارفه سعره بقى كام دلوقتي. هيوفر معانا قد ايه؟ والمكون السحري اللي احنا هنحطه علشان خاطر يخلي البطاطس بتاعتنا بتقرمش من غير ما نقليها نص قليه ولا اي حاجه، هنحط على كل 2 كيلو من البطاطس هنحط عليهم معلقه كبيره من النشا. وهنبدا دلوقتي نرش النشا كده على البطاطس، وبعدين نقلبها كويس جدا، نغلفها بالبطاطسايه كده علشان خاطر كل النشا يبقى موجود على البطاطسايه. مش هنكتر النشا قوي علشان خاطر ما يردردش الزيت بتاعنا كده ويعكر الزيت، وكمان عشان المقدار بتاعنا يبقى مظبوط. عندنا لكل 2 كيلو من البطاطس معلقه واحده من النشا. هقلب بقى النشا كويس جدا كده واغلفه بالبطاطسايه، بس بعد ما البطاطس تبقى بردت وما فيهاش ولا نقطة مية زي ما قلت لكم. وبعدين ابدا اجيب بقى العلب بتاعتي اعبيها في اكياس او اعبيها في علب كده من اللي هي بتاعت التلاجة. الطريقة اللي تعجبك تفرزلي بيها تفرزلي بيها براحتك خالص. طبعا احنا وفرنا كمية كبيرة جدا من البطاطس فارم فريز. وكمان علشان خاطر اسعار البطاطس بقت عاليه قوي دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تبخلوش عليا بقى بلايك، وتنزلوا تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي فضلا وليس امرا. طبعا هتعبي كميه البطاطس على حسب ما انت عايزه تعبي الكميه مثلا في حدود نص كيلو، تعبي كميه في حدود كيلو، تقدري تعبي كميه البطاطس كلها في كيس واحد كبير كده، وبعدين تبقي تاخدي منه شويه بشويه. الطريقه اللي تعجبك في تخزين البطاطس. اهم حاجه ان البطاطس بتاعتنا نكون احنا مجربينها، وان البطاطس بتاعتنا تكون بتنقلي، ما تكونش من اللي هي بتبقى تتقل كده في الزيت وتطرى بعد ما تطلع. وكمان تكون البطاطس لونها ابيض وفاتح، وما تكونش لونها مصفر كده ولا اي حاجه. انا عندي البطاطس ديت جايباها الكيلو ب 12 جنيه. يعني انا جايبه الخمسة كيلو يعني جايبه كل 2 كيلو ب 25 جنيه، جايبه الخمسة كيلو بحوالي 75 جنيه. شوفوا بقى عملنا 4 كيلو وربع من البطاطس. لو احنا بنشتري البطاطس دي من بره اكيد الكيلو فيها بحوالي 50 جنيه او اكتر من 50 جنيه. انا كنت شاريها من زمان كان الكيلو ب 45 جنيه، مش عارفه دلوقتي بقى بكام بصراحه. بعد اغلاء الاسعار ده هتعمليها في البيت هتوفري. يعني انت هتعملي الكمية دي كلها بربع تمن ما انت هتجيبها من بره.
مش هيكلفنا غير شوية مَيّة سخنين بس ومعلقتين 2 من النشا. جربوا الطريقة دي بإذن الله تعجبكم. عملنا من 5 كيلو بطاطس 4 كيلو وربع من البطاطس فارم فريش بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، بالميزان كل حاجة أهو بتتكلم عن نفسها. وده شكل البطاطس بعد ما إحنا فرزرناها، أنا طلّعتها كده وجرّبتها زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله بتقرمش من برّه وكمان طرية وjuicy كده من جوّه، جميلة جدًا. جرّبوا الطريقة دي بإذن الله هتطلع جميلة وناجحة معاكم، بس اتبعوا الخطوات اللي أنا قُلت عليها بالضبط. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده علينا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. يا رب ينصر إخواتنا المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. ما تنسيش دعوة حلوة من قلبكم، وكمان تنزلوا تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.